السلام عليكم غسالتي الحادقات، شخباركم على خير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم جبن منزلي رائع اقتصادي، غتحضروه ان شاء الله وغادي يولي عندكم معتمد. خليكم مع الطريقه من اليوم، ما غاديش تشريوه. غتحتاجوا اطرو ديال اللبن ولا على حسب الكميه اللي بغيتو. انا هنا استعملت اطرو تقريبا. هنا عندي 2 معالق ديال الخل، غنشعلوا عليه العافيه اللي مهيله وغنستمروا في التحريك. غنضيف واحد الرشيشه ديال الملحه باش يجينا هكا شويه مالح. من بعد كتشوفوا هكا هو بدا كيتكلل. هنا صافي راه واجد معانا. من تشوفوا انه ولا مكلل والما تفرق على الجبن، صافي راه واجد. غتاخدوا واحد الصفايه اللي تكون رقيقه ولا طريف ديال الفاصمه ولا توب حياتي يكون نقي، وغادي نصفيو فيه الجبن ديالكم. غتخليوه تقريبا واحد الساعه حتى لساعتين يقطر مزيان من الماء. من بعد عاد غادي تنسموه بالنسمات اللي بغيتو. تقدروا تخليوه هكا طبيعي، انا كنزيد عليه تقريبا 2 معالق ديال الزيت البلديه مع رشيشه ديال الزعتر، وكنخدمو مزيان صافي وكنخليه طبيعي. تقدروا تزيدوا نتوما 2 حبات ديال الفخوماج مع طريف ديال الزبده، غيعطيكم قوام كريمي، وتخدموه وتنسموه باش ما بغيتو. المهم انا عطيتكم غير لاباز، غادي تخدموه هكا مزيان صافي. غتحتفظوا به في شي قريعه كتسد مزيان في الثلاجه، كيبقى معكم حتى الاسبوع. الا عجبتكم الطريقه ما تنساوليش لا جيم وتشاركوها مع العائله.